الصدام الموجود الآن في الشارع؟ نوعين أو ثلاثة من الناس. النوع الأول الشعب المصري، وقال هذا الشعب إذا قال كلمته الكل يخضع له، وهذا خطاب واضح للشعب لأن وإعلاء لقيمة الشعب. النقطة الثانية للمعارضين سلميا، قولوا نعم قولوا لا، فليقل لا ولتسقط المسودة، ولكن عبر الصناديق وليس عبر الهتافات في الميادين وفي الشوارع، وليس عبر حق المقرات. النقطة الاتجاه الثالث أو العنصر الثالث الذين واجه الرئيس كلماته إليهم هم هؤلاء الذين نهبوا ثروة الشعب المصري والآن ينفقونها في تخريب أجزاء مهمة من الشعب المصري. وقال النيابة لهم بالمرصاد، وسوف نرى ما سوف تفعل النيابة، وأرجو أن تكون يعني متعقبة بشكل جيد هذه الأموال وهؤلاء الأشخاص الذين يخربون هذا التخريب. دكتور محمد مهنا، يعني استمعنا بالأمس إلى المستشار محمود الخضيري يقول أنه من حق الرئيس أن يعيد الدستور مرة أخرى. هنالك مخرج من هذه الأزمة، يعني الذهاب إلى الصندوق هل يمكن أن يحل المشكلة أم يمكن أن يضع مصر في حالة استقطاب؟ لأنه المطلوب أنه ما يكونش فيه استقطاب، والمطلوب أنه تتوحد جهود الدولة والشعب والمواطنين والحكومة والمعارضة لإنجاز التنمية وحل الملفات الشائكة كالمجاعة كالفقر وكعدم العدالة في كثير من ربوع مصر. هل الذهاب إلى الدستور بالضرورة يمكن أن يحل هذه المشاكل؟ أنا قلت لسيادتك على النقاط الإيجابية منذ قليل في الخطاب، لأن في أوقات الفتن والاضطراب يكون الكلام بحساب. يجب أن نتكلم من منطق الأمل ومنطق رأب الصدى.